الغطر حبيبنا والله. يوسف مشتركة يعني. طيب السلام عليكم، مساء الخير، كيف احوالكم؟ ان شاء الله طيبين. نازل في اللايف برا اللايف، السلام عليكم، كيف مسيتوا؟ ان شاء الله بخير. طمنونا عليكم. قوات مسلحة قيادة خرطوم بورسودان، كيف الاحوال؟ ان شاء الله بخير. مجلس سيادة، مجلس وزراء، السلام عليكم. ادارات اهلية، السادة الولاة، كيف اخباركم؟ كيف مسيتوا كلكم؟ قوات مسلحة، قوات مسلحة في السودان، السلام عليكم، كيف احوالكم؟ ان شاء الله طيبين. قوات مساندة، كيف اخباركم؟ سادة أصحاب القيادة والسيادة والريادة، السادة المستنفرين، عمود السودان، جيل المستقبل، شهادة وسلاح ووعي، ربنا يحفظكم إن شاء الله. صناع الأمة، كيف أخباركم؟ طمنونا عليكم. وما زلنا في معركة الكرامة، انتصارات وبشرات. نحيي انتصارات الفاشر، وتحية باسمكم، اسم الشعب السوداني، إلى الجنود المجهولين في القوات الجوية، ما بنشوفهم في الأرض بنشوفهم في الجو، مجهولين في الأرض معلومين في السماء. ربنا يحفظهم، ربنا ينصرنا بهم، ربنا يسدد رميهم، ونسأل الله أنه يبارك فيهم وفي أهلهم وأمهاتهم وآبائهم وأبنائهم وزوجاتهم وأخوانهم وأخواتهم يا رب العالمين. الليلة كانت الردود قوية جدا، وإحنا في مرحلة تربية الدعم السريع، كل ما يفك لهم مسيرة قلنا الرد واضح. الليلة كانت الضربات قوية جدا في الجنينة وفي نيالة ومناطق مختلفة من كردفان وفي محيط النهود، يعني بدأت تظهر أخبار طيبة. زي ما قلنا القوات المسلحة متكتمة على تحركاتها بالذات في كردفان، وهي ما في حاجة مدسوسة يا حاجة الواحد يقول لك يعني باختصار كده. يعني طبعا داخلين النهود آخر حتة عندهم، وإن شاء الله قريب تسمع البشريات، وإن شاء الله صلاة الجمعة الجاية تكون في منطقة محررة كبيرة جدا. والسيد القائد العام دائما كلامه بقول الرد في الميدان. أنا ما أعرف يعني علماء الغيب ديل بيتكلموا بلسانه، ويطلع قدامنا في الشارع، ويطلع قدامنا في المسجد، يطلع قدامنا في الميدان، يطلع قدامنا في متحرك. الناس ديل ما عندنا معاهم تفاوض، ما عندنا معاهم هدنة، يا يكملوا هم يا يطلعوا برا البلد. احنا ما بنكمل بإذن الله. لكن علماء الغيب ديل بيتقولوا، يعني ما عارف أنا الزول ده يعمل شنو تاني يعني خلال 10 يوم 12 يوم اللي فاتت. يعني هو كان القائد العام، وكان رئيس مجلس السيادة، وكان هو وزير الإعلام، وكان الناطق الرسمي باسمه، وأحسن من يتكلم عن البرهان البرهان، وأحسن من يتكلم عن السودان البرهان، وأحسن من يتكلم عن الشعب السوداني البرهان، وبذل ما بذل من طاقة ومجهود وجهد يعني في الفترة اللي فاتت دي، إنه يوصل رسالة. في ناس ما قدرت تسمعها، ما قدرت تستوعب. فكنا ولله الحمد والمنة امبارح في انتصارات وبشريات ظهروا لنا قالوا في وفد من القوات المسلحة في واشنطن. نركز في التفاصيل. وفد من القوات المسلحة في واشنطن موجود يعني، والوفد ده يدير حوار، والجلسات ماشية ممتازة. ده كلام احنا جينا كلامنا واضح، قلنا الجيش ده طرابيزة ينادوا لها اللمش، ودي فترة نقاهة وفرصة للتغيير. مجموعة من القوات المسلحة مشت جدة، مشت بروكسل، مشت جنيف. يصادف دائما في توقيت شهر 19 إصدار الإنتاج الجديد من آيفون. بيجيبوا الآيفون بتاع البرهان وبيجوا راجعين. ده دورهم، بس ما عندهم حاجة، يمشوا يتفسحوا، يغيروا جو، يطلعوا من المعركة شوية،
اشتروا بدل يجنصصوا ما جيش. وجوا راجعين قالوا لا في مفاوضات، والمفاوضات تسير على قدم وساق. منو اللي بيتفاوض مع منو؟ قالوا القوات المسلحة. القوات المسلحة اللي امبارح ضاربة الطيارة بتاعت السي 17 البوينغ، دي واحدة من أكبر الطيارات العسكرية في الكوكب، ضربوها لهم في نيالا امبارح. قالوا أيوة امبارح هم بيتفاوضوا مع منو؟ يعني منو اللي بيتفاوض؟ قيادات الجيش اللي بتمشي ديل هم في غرفة السيطرة، ديل قيادات الجيش. يعني أدوا التعليمات من واشنطن يضربوا المطار بتاع نيالا، هم ديل اللي بيحركوا الجيش ذاتهم. ضربنا الجنينة، ضربنا سوق الجنينة جوا نيالا، ناره لسه ما طفت من امبارح، دقيناهم تاني الليلة. منو اللي بيفاوض في شنو؟ الناس تشغل مخها. قالوا انتوا دعاة حرب، احنا دعاة سلام. بالمناسبة السلام اللي بيجي بالقوة، اللي ما بيعرفوا ده عنده أجندة، والساعي لأنه يسعى للسلام مع الميليشيا لأنه عنده مصلحة. وفي ناس، دي مشكلتنا حس المنافقين، كارثة الأمة المنافقين، لابسين كاكي، لابسين جلابية بيضة، لابسين شعارنا، لابسين علمنا، هم اللي بينخروا في الأمة. عدونا الواضح ما فيه إشكال، إحنا هسه بنحارب في اللي بيحاربوا معانا. فإحنا دايرين نعرف مصلحتهم، دايرين نعرف بيعملوا في شنو الناس دي. بارحة عقب الخلوق ما ناموا كنا بنتكلم، ولله الحمد والمنة. الله عز وجل قال شنو؟ يهب الملك لمن يشاء. أمس وأنا كنت قايد جولة مع القحاتة والجواسيس، وإنه اتهمونا قالوا إحنا حنمشي نضرب المفاوضات. قلنا العالمة وصبيانة، قلنا له نحن لما نجي نجيت شغل ما بنمشي عدته. يشاء القدير عز وجل إنه إحنا نقفل اللايف ونلقى البيان، والبيان صدر واللايف شغال قبل نهايته ب20 دقيقة أو أكتر، وقريناه في لايف منفصل. أنا طلعت تاني اللايف قريته بالمناسبة. بيان الخارجية الحسم الفوضى وحسم الصواطة بتاعت التفاوض. ما عندنا وفد بتاع جيش قاعد يتفاوض هناك. قالوا لا عندكم وفد بتاع جيش بيتفاوض هناك. الجيش ما هناك يا اخواننا، ما قاعدين نتفاوض مع الناس دي. قالوا لا عندكم. الليلة في وفد مشى برئاسة وزير الخارجية، جهاز الأمن، موفد وموفد من المخابرات. الليلة يعني لهم تقريبا 5 ساعات. في ناس جو قالوا لنا قبل 15 يوم ما كلمناكم. لا 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 لا، ده شغل بختلف. يعني أنا قلت في بيبي جاد هل لديك فكرة مشروع رائعة؟ امنح فكرتك اسم نطاق من جودادي، كل دومين يحتوي على. أنا بتكلم برضو من ضمن الناس دي، بتكلم عن الأستاذة صاحبة القدرة على معرفة علم الغيب، الأستاذة عائشة الماجدي. وإحنا إن شاء الله عايشة وفي حياتك هنعمل لك ضريح، يعني قبة نطوف فيها أنت بركة. أنا من هنا طبعا ما عندي مشكلة شخصية معك، بس أنا عندي سين جيم أنت ما جاوبتيه، فالليلة سبحان الله جاوبتيه. الليلة الأستاذ عائشة الماجدي جاوبت. قبل ما نمشي لعائشة الماجدي نشوف إجابتها على السؤال اللي كان داير ما الذي دار في مصر. فلقينا حسي بيانين في وكالة سونا للأنباء. واحد نحفظ به حقنا الأدبي، إنه إحنا قلنا مفاوضات جدة، مفاوضات واشنطن جدت، وهي أصلا ما كانت في ذاته، لكن ماشي يعني. فدخلنا الآن إحنا يا حاجة، وأنا بكلمك الآن من داخل موقع سونا للأنباء. أمس سبحان الله أنا قلت حلفت بالله إنه وزير الإعلام أصدر بيان. يشاء القدير إنه اللحظة اللي أنا حلفته البيان صدر، بس ما نزله في صفحته. فعشان كده الحمد لله ما حصوم 3 يوم. شوفي ربنا سبحانه وتعالى يعني يبر بقسمنا كيف. حاجة عليك الله دي ما حاجة ما بركة. أول مرة أنا قلت لهم حدخل وكالة سونا للأنباء وحلقة بيان
إنه السودان عنده وفد عسكري بفاوض في واشنطن مع الدعم السريع. وقسمت بالله ودخلت وكالة السونا وعينك ما تشوف إلا النور. والله يا حاج قلبت فوق قلت لهم في الناس استسلمت حصوم. سبحان الله. بس نهيت اللايف لقيت انه البيان نازل له 7 دقائق بس ما ظهر لي. فالحمد لله ما صمت حجه وقسمي في حتته وانا افتيت لي روحي يعني. واذا عنده زول فتوى مضاده ممكن يقولها يعني. قبل 23 ساعه يعني 24 ساعه ما تمت لسه يا حجه. 24 ساعه ما تمت. البيان بيقول في شنو؟ مجلس السياده الانتقالي ينفي بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين القوات المسلحة السودانية والمتمردين في واشنطن. وأكد المجلس أن ما يتداول عار تماما من الصحة عار تماما من الصحة، موضحا أن موقف الدولة ثابت وواضح تجاه أي حوار أو تسوية، وهو الالتزام بالحل الوطني الذي يحفظ سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها وحقوق الشعب السوداني. يعني محكمة بس. لحد هنا البيان انتهى حجة. خمد الأمر؟ لا ما خمد. ظهروا لنا الليلة تسريبات في شنو؟ قال وزير الخارجية في واشنطن. يعني هو لسه ما وصل كانوا كتبوا قالوا الوزير بتاعكم في واشنطن، الوفد بتاعكم في واشنطن. عندهم زولة سرابة كده بتكتب في تويتر، صحفية اسمها حاجة رنا، فقالت الوفد قاعد دلو امبارح قالت انه الوفد بتاع الجيش بتفاوض وحددت اسم القاعة ذاتها. طلع لا في وفد بتفاوض ولا في جيش. طيب الليلة قالت الوفد قاعد في واشنطن. أمني استخباري، ده ما وفد سياسي. لكن نمشي. طيب وزير الخارجية يلبي دعوة رسمية لزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن. جاته دعوة رسمية من واشنطن قالوا له تعال لنا. ممثل للسودان ادوا الدعوة دي امبارح ما عارف، قبل اسبوع ما عارف، قبل اسبوعين والله ما عارف. نسقوا معاه بالتلفون انا ما عندي خبر، اتصلوا بالسفارة السودانية في امريكا انا ما عندي خبر. حين لقينا وزير الخارجية سافر دولة تانية. حاجة اسمه وزير شنو؟ وزير الخارجية. وزير الخارجية المفروض يكون شنو؟ في الخارج يعني شغلنا الخارجي. لما تسمع انه وزير الخارجية سافر دولة الحاجة دي بتخلعك الا تكون يا حاجة انت ما عارف المسميات. لو قلنا وزير الداخلية سافر امريكا ممكن تتخلعي. وزير النقل سافر يعقد مباحثات في سياسية في الأمم المتحدة ممكن تتخلعي. لكن زول اسمه وزير الخارجية مفروض كل يوم يكون قاعد وين؟ قاعد في الجو. الزول ده ما مفروض يكون عنده عربية ولا مفروض يكون عنده رخصة سواقة عادية. الزول ده مفروض يكون عنده طيارة وجواز خالي تأشيرة. الزول ده اصلا مكتبه ذاته المفروض يكون في السودان. دي مهمة وزير الخارجية. اليوم كله داخل طالع داخل طالع داخل طالع، مسافر جاي، هو اسمه وزير الخارجية. لما نسمع انه يقول لك والله هو طبعا وزير الخارجية ما قاعد في بورسودان، ولو قاعد في بورسودان يبقى ما وزير الخارجية، يبقى وزير الحاجة الثانية. اسمعوا في معلومات انتم مغيبين سي. وزير الخارجية اساسا ما قاعد في السودان، ما هو المفروض يكون ما قاعد. الزول اللي بيخلعوا الخبر ده انا ما بتكلم عن مستوى صحفي. الصحفي لما يجي يقول لي عندنا معلومات انه وزير الخارجيه ما قاعد، طب ده ما شغال. نعم انت ما بتاكد لي انه شغال. وين الخبر اللي حيفيد الامه؟ شكرا جزيلا انك وريتني انه وزير الخارجيه ما بايت في بورسودان. احنا ما دارين انه يبيت في بورسودان. الكاهن بس اللي يبيت في السودان. الكاهن ده يسافر برا ويجي راجع في نفس اليوم. وزير الخارجيه حاجه طلع بيان لحظه وصوله امريكا. اذا كان في شيء مدسدس المفروض وزير الخارجيه معه وفد امن رفيع يعمل خطابه ده وبيانه لحد ما يرجع مطار بورسودان. اما انه يصل الدوله المستضيفه والداعيه واول من ينزل رجله كده يدق يعمل بيان،
والله يا اخواننا احنا وصلنا امريكا. وصلت لشنو يا سعادتك؟ هسه هو بيشرح لنا بيان صادر من وزارة الخارجية. تمام. أكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه في إطار حرص حكومة جمهورية السودان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، يقوم معالي السفير محي الدين سالم أحمد وزير الخارجية والتعاون الدولي بزيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بدعوة من الحكومة الأمريكية. وقالت الخارجية في بيان لها اليوم أن الزيارة تأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن ومواصلة الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم السلام في السودان وتعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني ومناقشة فرصة إعادة بناء العلاقات على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. الخطاب ده في الظروف دي يعد اختراق للعلاقة وجمود العلاقة السودانية الأمريكية ولا ما يعد؟ مبدئيا كده إنه وزير الخارجية السوداني يصل أمريكا ويعمل بيان واضح ويتكلم بوضوح وما يدس علاقته مع أمريكا ولا يدس إنه إحنا والله عندنا تفاهمات سرية. مشيت لشنو يا السيد الوزير؟ قال عندنا قضايا مشتركة. واحد، مصالح مشتركة. اثنين، دايرين نتفاهم في الحاجات اللي بتهمنا بما فيها دعم السلام. البرهان ما بتاع سلام، حكومة البرهان ما حق السلام. مش دي الرواية اللي كل يوم تكرر؟ ينادوهم في أي طاولة بيرفضوا، ينادوهم في أي حتة بيرفضوا. إخواننا نادونا في جدة مشينا، نادونا في بروكسل مشينا، نادونا في المنامة مشينا، نادونا في الاتحاد الأفريقي مشينا. برهان عنده اشتراط واحد، في نفرين كده ما يقعدوا معه، الإمارات والدعم السريع. كنا في القمة بتاع 27/12/23 كنا في الاتحاد الأفريقي، قاعدين في الاتحاد الأفريقي. البرهان ألقى خطابه، بعد شوية في طيارة جات نزلت واحد إماراتي واحد دعامي. برهان طوال تدور وقطع الزيارة حقته جراجة. وزير الخارجية السفير علي أصدر بيان قال تاني إحنا من هنا أي زول في الدنيا دي ما يتكلم باسمنا وإحنا ما حاضرين. أي حاجة تصدر من ورانا إحنا ما قابلانين بها. ومن يوم لليلة قعدة الرباعية ورا ظهرنا ما سمعناها، قعدة الرباعية مرة تانية ما سمعناها، مش اجتمعوا من ظهرنا في بروكسل ما سمعناها، في فرنسا ما سمعناها، في مصر ما سمعناها، في السعودية ما سمعناها، في أي حتة حاجة إحنا ما شركاء فيها. البرهان قال تاني ما بسمع، ما غير كلامه لحد الليلة. مشينا يا حاجة، مشيتوا تسوي شنو؟ قالوا امبارح كنتوا بتتفاوضوا. يعني انتوا بتسبقوا الزمن مثلا، انتوا علماء الغيب. يا دوب الوفد السوداني وصل واشنطن الليلة، ما دسا منكم، قال احنا وصلنا بالسلامة الحمد لله وصلنا والامور طيبة الامور طيبة، وقام طمنا ببيان من واشنطن. دسا علينا حاجة في حاجة تحت محتاجة تمشي الصفحات المضروبة، صفحاتهم الإباحية دي. يعني انت محتاج انه زول يقول لك عشان نكون مطلعين على الحاصل. هو في شنو حاصل عشان تطلع عليه؟ يعني انت شاغل روحك انت شاك في شنو مثلا؟ انه يحصل تفاوض؟ لا ما في تفاوض. انه يحصل استسلام؟ ما حيحصل استسلام. لماذا؟ لانه القرار حقك يا حجة. في استهداف واضح للقيادة، في استهداف واضح للبرهان. مشكلة البرهان انه الوحيد اللي اجتمع عليه نظامين في وقت واحد، بما فيه النظام التمرد دي كان 3، اجتمع عليه نظام بائد عمره كله 5 سنة، واجتمع عليه نظام بايت عمره كله 2 سنين، وبما فيه التمرد الدعم السريع ومعه دوله. فكله البرهان أعداؤه ما كتر البرهان، لكن أعداء نوعيين. يعني عدو بما يعادل 1,000,000 زول. عندهم القدرة المالية، القدرة الإعلامية، عندهم القدرة للتأثير في الخارج، لأنهم ما بنفذوا في سياساتهم وأحلامهم، بنفذوا في سياسات كلهم مرسلين وما داسينها. يا أخواننا خطوة إنه أمريكا تقدم دعوة لوزير الخارجية السوداني انتصار. الجواسيس يا حاجة ما قالوا انتصار.
ليه بتمشوا لامريكا؟ لانها هي الدوله البلطجيه في الكوكب. نعم، الدوله البلطجيه في الكوكب. ما كان ما تمشوا لا بنمشي. امريكا بكره قالت للبرهان تجي ويمشي. ليه ما يمشي؟ ليه؟ الخطوره وين يا حجه في عدم مشي البرهان؟ وانه احنا نركب راس في التوقيت ده مع امريكا. الخطوره وين؟ امريكا دوله بلطجيه كلبه اصلا، ده الله خلقها كده. هتعمل شنو؟ هتقوم طوال ما هم جواسيس. هيمشي يقول لك وزير خارجيتهم قدمنا دعوه للرئيس السوداني لحل الازمه في السودان وفك حصار الفاشر والموتى والجوعه، ورفض الرئيس الدكتاتوري العسكري. وفي المقابل قامت قياده قوات الدعم السريع بالحضور، ونحن نقدم لها الدعم اللازم ونقدم لها. انت عارف الخطوه دي موضوع انك تمشي امريكا، طبعا الجواسيس والجماعه الابان ظروف ديل ما مستوعبين. تقل دبك على امريكا هي ما حترد عليك. اصلا امريكا تجيب اف 16 تدخل السودان ترجمنا دي ما بتعملها، لكن عدوك بتدعمه. في التوقيت ده احنا فضل للدعم السريع في كردفان النهوض، فضل للدعم السريع في دارفور نيالا فقط. امبارح المنصات الاعلاميه جايبه صور هروب الدعم السريع من نيالا داخلين تشاد في عربات ملاكي. الحاجه المشيلينها فيها محسوبه ب 2 طن، ده غير 8 ركاب في عربيه كوريلا ولا كامري. اجي اقول لا تعالوا اقعدوا يا اخوان، احنا ما دعاة السلام. احنا البرهان قال السلام يجي بالقوه. تعالوا اقعدوا في الترابيزه دي، هاي بنجي بنجي هاي. تعالوا بروكسل بنجي. خطوه واشنطن الان في التوقيت ده هي منو اللي بيستثمر فيها؟ يعني انا حسال الصحفيه دي. الصحفيه دي طبعا ما قاصده على الشلمايدي، الصحفي اللي بيسرب الحاجات دي. داير اسال سؤال. اتكلمت عن الوفد الحكومي المشى قبل ما يمشي. طبعا دول كلكم علماء غيب، يعني رب سبحانه وتعالى كاشف عنكم الغيب، انه انتوا اتكلمتوا عن الوفد ده قبل ما يصل بيومين، وانه هو كمان يجري اتصالات، وحددتوا انه قاعد في قاعه داخل الخارجيه الامريكيه والدعم السريع قاعد في قاعه ثانيه، والحاجه دي ما حصلت. لا اسالكم سؤال، الدعم السريع يرسل منه؟ ما في زول عارف. موفد الدعم السريع منه؟ ما في زول عارف. الناس اللي مش يتكلموا باسم الدعم السريع منه؟ القوني، فارس النور، عبد الرحيم دقلو، منو المشي من الدعم السريع؟ ما المهم كيف انتم مرتدين زي الدعم القوات المسلحه؟ انتم صحفيين القوات المسلحه، مش انتم مش داعميننا؟ تيجي تقول لي اطلع وري الناس للبرهان. طيب وحميتين مشى امريكا، ما قلتوا مشى لاقاهم بتدسدس من الناس يا برهان. هو ما دس حسي، قال لك وفدي ده فيه فلان وفلان وفلان وطلع بيانه وشرحوا لك. طيب الوفد بتاع الدعم السريع منو؟ استاذ عبد المجيد عبد الحميد منو مشى يمثل الدعم السريع في امريكا؟ ميليشيات الدعم السريع وكلابها منو اللزم ما مهم. ليه ما مهم؟ ما لانه الحاجه دي ممكن تكون من نسج خيالك. استاذ عشا الماجدي انت كلمتينا قبل 15 يوم، قلت في حاجه حاصله والبرهان دسها منكم. الليله جيت قلت لنا ما قلت لكم. طيب احنا هسه انا جاي اقرا من صفحتك، ما هو انا الليله دي احنا حنقفل ملفك ده تمام. طيب ليه ما كلمتينا عن الدعم السريع؟ منو المشى من الدعم السريع؟ قناه الحدث منو المشى ممثل الدعم السريع؟ البديس منو من الثاني يا اخوان؟ القاعد يديس منه. طبعا انا كرهتي في الدنيا الكلام اللي بقوله حميتي بيقولوا زي ما هو. انا قاعد اسال الناس بقول لها يا انسان يا سوداني، انا بسالك بالله كده. بس اليوم ده الشباب يقول لك منو المليشيا، حس انا بسالك منو اللي قاعد يديس؟ جيبوا لي منصه اعلاميه الجزيره العربيه اتكلمت عن وفد الدعم السريع، منو الممثل الدعم السريع؟ طبعا احنا هنا حنمشي لجواسيس. واحد من الجواسيس الاستاذ عثمان مرغني. انا خلاص يا عثمان مرغني ما اعرف اعمل لك شنو يعني، بس نسال الله انه يعني بس يفكنا منك يا اخي. حاجه بطاله خلاص. استاذ عثمان مرغني استاذ عثمان مرغني قال شنو؟ قال بيان مجلس السيادة أكد المؤكد. والله أتحداكم تفهموا كلامه. قال بيان مجلس السيادة أكد المؤكد، يعني في حاجة حاصلة
قام البيان بتاع المجلس بتاع السيادة أكده. طيب هي شنو الحاجة؟ قال مجلس السيادة الانتقالي ينفي بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية أن وجود مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع القوات الدعم السريع. طيب بس أكد المؤكد كيف هو نفى. أنا ما أعرف اسمه مرة أنا بيفهم بقيته حتة في جسمه، أو هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه يعني هو شنو عثمان مرة أنت شنو؟ ماذا أنت يعني؟ ماذا أنت شنو يعني؟ في الكائنات أنت شنو؟ البيان نفى انه في تفاوض. هل كنت انت بتقول الخماسيه والرباعيه تيجي تقول بيان الدوله اكد المؤكد؟ الاكدوا لك منو انت؟ انا حسي بكرهك ما ساي، بكرهك ما ساي، لكن وتحداك حسي اللي بيسمعوك ديل كلهم بيكرهوك وما في زول بدورك، والقنوات دي اصلا بتجيبك عشان تثير الجدل. اتحداك يوم طلعت في قناه اتفقت مع زول في راي او مع الشعب السوداني، دارك تشرح لي اكدت المؤكد كيف وهم طلعوا بيان قالوا احنا ما قاعدين نتفاوض؟ اكدتها كيف يعني؟ بس وريني انت فهمتها كيف يعني. هل المشكله دي في نظارتك؟ في شنو المشكله يعني؟ انت ما قادر تقرا تستوعب؟ عنيد عناد يعني، وحياة الله سبقت يعني عناد غريب. طلع البيان نفى التفاوض قال لا أكد المؤكد. الانتصار للذات، كل واحد فيهم داير ينتصر لنفسه. انا وقلت لكم انت قاعد روحك منو يعني؟ وافرض انك قلت لنا يعني، افرض انك يا عثمان مرغني قلت لنا، هيغير فيك شنو الموضوع ده يعني؟ ولنفترض انه في حاجه انت قلتها صح وصدفت، هيغير شنو فيك؟ ما زال هتظل عثمان مرغني ذاتك ما في حاجه بتدورك في الكوكب ده. طيب يا عثمان مرغني قال شنو؟ قال بيان الخارجيه اكد المؤكد. طيب قال ثم القفز الى الامام ليوضح امكانيه الدخول في مفاوضات. الخلاصه وفد الحكومه موجود بالخارجيه الامريكيه في غرفه اخرى غير التي يجلس فيها وفد التمرد، يتحدث مع الجانب الامريكي الذي يفعل الامر ذاته مع الطرف الاخر في البنود ذاتها، مفاوضات غير مباشره. مصر الكلام ده كتبه قبل وزير الخارجيه ما يصل امريكا، هو مصر. طيب يا عثمان مرغني دار اسالك سؤال شخصي بعيدا عن البرهان، بعيدا عن وزير الخارجيه. يا عثمان مرغني انت مع المفاوضات ولا ما مع المفاوضات؟ احنا طبعا لا ما دارس مع الفلسفه دي. البرهان هو لا ما دارس مع دي. عثمان مرغني دار اسالك سؤال، انت مع المفاوضات مع الدعم السريع ولا ضدها؟ وتذكر لي الاسباب. انا دار اشوفك شاهد على وين اول بالاول دار اشوفك انت شنو؟ قال المفاوضات التي تفضي لشنو؟ انت معاها ولا ضدها؟ اول حاجه يا اخوان انا دايرين نعرف موقفنا. الصحفيين اللي حول السلطه ديل داير افهموا انتوا شايتين على وين. هسه هو بيقول المفاوضات والوفد شغال. طيب في غرفه قال فيها وفد القوات المسلحه، والغرفه الاخرى فيها الطرف الاخر وفد التمرد. داير اسالك التمرد ده مين اللي انت عارفه بهناك في الغرفه؟ والله يا عثمان مرغني ما تجاوب، اقسم بالله ما تجاوب. قلت الطرف اللي بيجاي ده الجيش يفاوض وفد التمرد. وفد التمرد ده فيه صمود ولا دعم سريع ولا الامارات؟ انت حد علمك هنا اللي بيديك الاوردر بيقول لك بس هاجم الجنب اللي بيجاي. الدعم السريع منو اللي بيمثله؟ هل الامارات طرف في وفد التفاوض بتاع الدعم السريع؟ اقسم بالله ما تجاوب. هل الدعم السريع بيور عساكر؟ اقسم بالله ما تجاوب. هل معاهم قحاته من صمود ولا تاسيس؟ هل طرف حمدوك داخل في القصه ولا جابوا محمد التعايشي مناقش مدني؟ اتحداك تجاوب، اقسم بالله ما تجاوب. لكن بتعرف تجي تصوت بجاي وفد الجيش ده داسيو داسين له احنا وفد الجيش ده، لكن لانه انت بتزرع فيه فتنه. الله خلقك للفتنه كده. قول لي الطرف الاخر اللي بفاوض الجيش ده منه؟ ما بتقدر تجاوب لانه سيدك اللي اداك الاوردر وجه
حق بيجاي داير. هل وصلنا لنهاية المعركة ولا بيفاوض في الوجه العسكري في الميدان الداير يستسلم ويحافظ على باقي قواته كدعم سريع، ولا بيفاوض في الحكومة الجديدة ويصل معاها لالتزام واتفاق سياسي انه يحكم السودان سويا؟ كان أذنت ما بتجاوب. انا والله خلقك للصواطة بس. يلا ورينا يا عالم الغيب، الجيش بيفاوض في منو؟ الجيش بيفاوض في منو؟ انا من 2019 سألتك سؤال، مشيت قلت لك كلام في قناة الجزيرة، ليه لا بيت تجاوبني لما شعرك كان تفة كده. بعدين انت بتشبه الحاجة الزول بيكرهها ما عارف ايش. الله شال منك القبول، قلنا بجهود يعني خلقة الله، لكن القبول يا سيدي الكريم بالتصرفات بالاخلاق ممكن تتقبل يعني. لا اعرف اللي بيفاوض قلت في الطرف الاخر، الطرف الاخر ده منو؟ هل هم الامارات؟ الطرف الاخر بفاوض الجيش ده منو؟ اعرفه ليه؟ اعرف ليه بس الطرف الاخر؟ لانه اللي بيسرب لك ده من اتجاهنا، تحركات الوزير الخارجيه، تحركات البرهان ده بيوروك، لكن الطرف الاخر ده ما بيوروك له، داك فيه تعتيم. لو حاولت Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 4. لكن بجاي ده احنا معلوماتنا مخترقه مبذوله، لانه احنا ما داسينها. لا اعرف ان الجيش بيفاوض في منه يا عالم الغيب، انت ورينا. ها الزول ده قال والوفد اصلا قاعد في وزاره الخارجيه، الكلام ده كتبه امس واول امس، وبيتكلم انه الوفد اصلا قاعد والوفد وصل الليله، بس وريني قاعد مع منه. والله ما تعرف، والله كذاب، اقسم بالله كذاب، ودين النبي العربي كذاب. انت ما غير التضليل ما عندك شغله. وريني بس الجيش ده بيفاوض في الطرف الاخر منه. الدعم السريع، الدعم السريع منه؟ الدعم السريع عنده واجهه الامارات، الدعم السريع عنده واجهه في الرباعيه، الدعم السريع عنده واجهه اسمها تاسيس، الدعم السريع عنده واجهه اسمها صمود. جات واحده فينا اللي بنفاوض فيه. تفضل تفضل جاوب. اساسا الوفد بتاع الخارجيه بر هو اسمه وزير خارجيه بقاعد في البلد يسوي شنو؟ السنه كلها المفروض يكون راكب طيارته. يعني انت اضفت للامه شنو يعني؟ وفدك اصلا قاعد هناك، ما يمشي يقعد، ما يقعد قاعد مع منو وفدنا؟ يلا ورينا، قول هو قاعد مع منو الوفد ده؟ بتفاوض مع منو؟ بتفاوض مع منو على شنو؟ ما دام انت عالم بالغيب وعارف المفاوضات وعارف الوفد قاعد، قال بيتفاوضان على نفس الاجنده، طلعها قولها ونشوف بعد يومين ثلاثه الوفد السوداني يجي راجع هل حتصادف نفسها ولا لا. هسه احنا حنكشفك، حاجه خليك معي ثانيه بس، حاجه خليك قريبه بس. قال الخلاصه وفد الحكومه موجود بالخارجيه الامريكيه في غرفه اخرى غير التي يجلس فيها وفد التمرد. المفروض تقول في غرفه غير التي، قلت غرفه اخرى، دي شنو يعني؟ طيب قال يتحدث مع الجانب الامريكي الذي يفعل الامر ذاته مع الطرف الاخر في البنود ذاتها مفاوضات غير مباشره. ورينا البنود ذاتها اللي بتفاوضوا فيها، وما في زول عارفها في الدنيا غيرك يا عالم الغيب. تفضل ملك الغيبيات، تفضل عثمان هلوس انت، تفضل ورينا. قلت البنود، انا بس دايرك تقول الليله في صفحتك عشان لما الاجتماعات دي تنتهي وزيارة الوفد السوداني ينتهي نجيب كلامك اللي كتبته الليلة مع الكلام اللي حيصدر بعد يومين ثلاثة بإذن الله لما الوفد يرجع بورسودان، وزير خارجية يصرح بغض النظر حصل اتفاق تفاوض. احنا بس شفت اي شيء دارنا اكتبه حسي، لكن انتوا بتعرفوا شغل التنجيم، الواحد يدعي عليه جوكر محل ما يجي بعد يومين يجي يقول لك ما قلت لكم. لا ما قلت لنا يا اخوي، ما قلت لنا حاجة انت. قول هسه امشي اسد الراجل، انت الراجل يا عثمان مرغني، امشي اكتب البنود اللي بتفاوض فيها الجيش مع الدعم السريع في صفحتك ونشوفها بعد يومين هل هي نفسها ولا تغيرت. اتحداك امشي كالراجل اكتبها، لكن بتعرف للصواطه حتيجي بعد يومين تغير كلامك
زي ما بديت اول كلام قلت البرهان قاعد في مصر مع الرباعيه والخماسيه، برهان في العزل لما قال ما في رباعيه وتفاوض، جيت قلت هذا الرجل البرهان البطل الذي يهابه. يا اخي انا ما عارف انت عندك كك في راسك، انت قاعد اذى ما بتفهم يعني في شنو يا عثمان مرغني؟ ما في شنو في شنو؟ مالك؟ احكي لنا مشكلتك الحاصله، داري شنو انت؟ امشي اكتبها حسب صفحتك بس، مش قلت بتفاوضوا في بنود ونفس البنود الطرفين، الله امشي اكتبها في صفحتك يا عالم الغيب. بس الموضوع ده بسيط، اكتبها حسي ونخليها يومين ثلاثه نشوف هي مشابهه ولا لا. طيب في خطوه سريعه، قام السنيور صرفة بزيارة سريعة لصفحة سيد عبد الماجد عبد الحميد. سيد عبد الماجد عبد الحميد قال محادثات وزير الخارجية السوداني مع مسؤولين أمريكيين بواشنطن ذات صلة مباشرة بمقترح على الطاولة لوقف الحرب في السودان، وفق رؤية تطرحها الإدارة الأمريكية بإعداد من دول وجهات ترتبط ارتباطا سياسيا بالدور والنفوذ الأمريكي في العالم. أمريكا ستمارس ضغوطا على الجانب السوداني لفرض خيار سلام أعرج على الشعب السوداني، لا خيار أمام المفاوض الحكومي غير مصالحة الشعب السوداني بالحقيقة. الشعب السوداني خاض ويخوض معركة كرامة أسطورية، معركة على الهواء مع الخون والكلاب وكلاب صيدهم، لهذا لا يمكن أن تجاوز هذا الشعب السوداني العظيم بمساء اتفاق غير خصما على تضحيات خضبها بدماء الشهداء. طيب يا عالم الغيب الثاني عبد الماجد عبد الحميد، هسه انت للآن ما طلعت من الفرضية بتاعتك قبل يومين، قلت للبرهان ورينا المفاوضات السرية، لا كان في وفد مشى واشنطن ولا كان في تسريبات طلعت من العربية والحدث انه وفد الجيش قاعد هناك، انت بتضرب الرملة يعني انا داير افهم. حس الوفد المشي يفاوض ده على اتفاق سلام اعرج حتنفذه قلت امريكا ويجب كشفه للشعب السوداني. حلو، امريكا دي انت رايك فيها شنو يا عبد الماجد عبد الحميد؟ دولة متسلطة ولا ما متسلطة؟ لما ألزمت البشير باتفاق نيفاشا وفصلت الجنوب بعد 7 سنة من الاتفاق. بتفرض عليكم بالقوة وبالرجالة. كنت وين انت الوقت داك لما تفرض الحاجة؟ موقفك شنو من السلام بتاع شرم الشيخ الاسبوع اللي فات؟ حضرته امريكا وقالت احنا نوقع السلام وبعدين نتفاوض، والان طيرانه شغال في العزة وفي الاراضي المقدسة. ما دي امريكا. لما تيجي تقول لوزير الخارجية اطلع وري الناس، هو لو وزير الخارجية ده شغال بالدس زي ما انت بتوحي ما كان ظهر لك الاتفاق قبل الزيارة؟ يعني حس انت كشفت وزير الخارجية مشى امريكا وانه في اتفاق وتفاوض، لو هو اصلا داسي منك انت كان شفت الاتفاق قبل تشوف الزيارة. الزول اللي بدس الحاجة بيطلع عليك فجأة كده. ما هو الخطوات الاولى؟ مرينا بتجربة يا حاجة اقصى من دي، مرينا بتجربة في جدة اتمضى فيها اتفاق بالمناسبة، ما اشاعات يطلعوا علينا. قاعد وفد الجيش مع وفد الدعم السريع في صالة وقاعة وحجزوا الصالة، السعودية كانت دولة مسهلة، أمريكا كانت حاضرة، وقعدوا مضوا اتفاق راسه عديل. وقف الحرب؟ لا. السلام بيجينا بشنو؟ باستسلام الدعم السريع، بضمانات وتعهدات الدولة الراعية للاتفاق انه الدعم السريع ما يتمرد قدام، انه ما يكون عنده حضور ووجود في المشهد السياسي ولا في حياتنا، ولا قدر نشوف دعامة ولا قحاتي. حصل الكلام ده كان في شهر 5. قيادتنا البرهان والغرفة بتاعت السيطرة والكباشة ورئيس أركان كانوا جوا القيادة العامة محاصرين، مرقوا بعد التوقيع في 11/5/23، برهان مرق في 28/8 23/8/2023 بعد 3 شهور من الكلام ده.
ما تضعضعنا ولا ضعفنا ولا قالوا الصوات دي نفس الصوات اللي عملوها دي. والقحاتة كان عندهم بجاحة فايت الحد، والبرهان محاصر. البرهان محاصر. طلع البرهان في 23/8 قالوا له تعالوا الغمة العربية في السعودية في شهر 10. مشى الغمة العربية في السعودية بيتكلم عن بنود اتفاق جدة والزام الدعم السريع، وإن السعودية تعهدت في نفس اليوم ده المشى فيه عشان يذكرهم بتعهدهم. سقطت نيالة، دخلت الدعم السريع دخل الفرقة 16 نيالة. فلما نيجي يروجوا لك انتوا دعاة حرب، احنا دعاة السلام. السلام اللي بيجي بالقوة بحقنا، يحفظ حقوق الشعب السوداني، ونقدر نختص من المجرم والمتمرد. البساوي بين الدعم السريع والقوات المسلحة ده مجرم عنده مصلحة. ديل الناس الراقدين، ديل اللي تقول لهم يمين يمشوا شمال يمشوا، فيهم جزم حسي كانوا مع الدعم السريع، رقاصات الدعم السريع، رجال ونسوان. حكم الدعم السريع هم بيرقدوا له، حكم البرهان والجيش يرقدوا له، جاء التقدم يرقدوا له. ما عندهم مبدأ ولا موقف، كلامهم كله مبهم، كله مبهم وكله الغاز. ما قلنا لكم، ما ظهرت، ما شفتوا براكم، عينوا يا يابا وكر علي وزير خارجيتكم سافر. يا اخواننا هوي سيد عبد المجيد عبد الحميد، قبل ايام انا سالتك قلت لك البرهان بيعمل في شنو؟ بيت تجاوب. هل هو الحاجه الداسيه؟ وقلت له اطلع يتكلم في العلن بيت تجاوب. لكن هو جاوبك في مناسبتين، في مطار الخرطوم وفي العزا. انت الكلام بتاعه ما نفع معك. جاي الليله تصطاد في المويه العكره. المويه العكره دي كالاتي يا حجه: في 3 انظمه ضد البرهان، ناس ما كتار. اعداء البرهان ما كتار، لكن اعداء نوعيين، اعداء في مفاصل الدوله، اعداء في الخارج، فلان وفلان وفلان، نحسبهم كلهم ما فوتوا لين 50. فيهم 41 قواد، و9 فيهم بتاع الامم المتحده وبتاع دول في الخليج بما فيها الامارات. وبي احمد ما تحسبه، وبي احمد هو زول هو بي احمد ما تحسبه. ممكن تحسب موسفين، لكن 41 قواد دي هو شغل قواد الرجال ونسوان. دي اعداء البرهان. بيفتكروا انه هم لما استهدفوه بالطريقه دي حيكرهونا فيه. وهو في زول عولاق كان في البلد ده اكتر من البرهان ده المخليكم ذاته قاعدين ما قتلكم ده برضه حيقعد. مشروع الدعم السريع والذين معه في السودان قائم على شنو يا حج؟ جربوا موضوع الدعم السريع ده، استيلاء على السلطه والقبض على البرهان، فشلوا. حسي مشروع ده عشان ينجح مفروض يعملوا شنو؟ استهدفوا البرهان. هنا عارفين استهدافه بمسيرة بصاروخ ما بحلهم، لأنه البلد كلها 50 مليون برهان. استهداف ده زي ده. هو زول قاعد في العزا في نص الناس قال ما في تفاوض. الجماعة قالوا لك عينوا له ما يهودا غير كلامه. يا اخواننا احنا قاعدين نستجيب لضغوط خارجية ما بنعاني ده. والما عارف الكلام ده يعرفه يا حجة. نادونا قبل كده في جدة مشينا قعدنا فيها شهرين. نادونا في المنامة مشينا قعدنا فيها، وقالوا كمان في اتفاق عملوا كباشي مع عبد الرحيم دقلوا. والغحاتة سربوه بدون توقيع حق الكباشي ولا ختمه. قال لك ده الكباشي واتفاقه. واحد نجروا منه ونساي كتبوا قلنا خير عديل وزين. وينو الاتفاق ده؟ كباشي اول من جا راجع من برا جا داخل الفرقة 17 كوستي قال القحاتة ما بدقوها في البلد دي. والله اليوم ده جا قرفان قرفة. دي الحالة قالوا بفاوض. استهداف للقيادة. كل ما نقعد نروق امورنا تكون ماشية. المعيار بقى ما انتصار القوات المسلحة اللي بيخليهم يسهروا باتفاقياتهم ويوقفوا انتصار الجيش، لا، المعيار بقى انهزام الميليشيا. الدعم السريع انتهى يا حجة، ما لاقين زول يقاتل لهم. الدعم السريع كل يوم والتاني في انقسام. هم شايفين الدعم السريع فشل كمتمرد، فشل كعدو، فشل كدعم سريع، فشل كبني ادم. ما عارفين يعملوا شنو. كل ما الدعم السريع ده ينهزم ويتقسم دارين لهم فرصه للتنفس. قالوا دارين هدنه،
هدنه مع منو يا اخوان؟ زول قاعد لي في بيتي كيف هدنه؟ زول قاعد في بيتنا كيف هدنه؟ ويسوقوا لها الناس زي اللي يقول لك احنا دعاة. سلام. قالوا في تيار كبير جدا في القوات المسلحه يدعو الى ايقاف الحرب. كلام قلنا قبل كده وبنكرره. تحيه لمستر رمز ذكرنا يعني. وقال الجدع حقته لكن ما حقته. الجدع بتقول ايوه في تيار كبير جدا في القوات المسلحه حجه يدعو الى ايقاف الحرب. والتيار ده كمان اصدمك بقياده البرهان. لكن داير يوقفه وين؟ في تشاد. داير يوقفه في عين جمينه، ده الجيش. داير يوقفها في افريقيا الوسطى، داير يوقفها في بيت حفتر. لكن غير كده ما في كلام. اما الجواسيس اللي بيروجوا العالمه وصبيانه ما انكشفوا قدامكم. العالمه وصبيانه اتكشفوا. قالوا في تيار في الجيش داير يوقف الحرب. التيار ده نبشرك بقياده البرهان، لكن داير يوقفها جوا قصر محمد كاكا عشان تاني دارفور تامن الى يوم الدين. داير يوقفها جوا افريقيا الوسطى، داير يوقفها في بوابه مكتب حفتر. ده الجيش التيار العريض اللي فوق داير يوقف الحرب. اما الجواسيس اللي بيطلعوا يروجوا ديل موضوعكم ما مكشوف واضح. البرهان داير يوقفها في تشاد. مفاوضاته تكون هناك في ادري. مفاوضاته تاني مفاوضات بعد دعم السريع نفاوضوا هناك في ام جرس. ما بينفاوضون جوا هنا الدعامه، جوا هناك في حتتهم مربطينهم زي الكلاب وهم اصلا كلاب. شايف يا حجه في تيارات شغاله كيف؟ استهداف لمنه؟ للبرهان. البرهان ما عنده قرار، البرهان ما بيقدر يتخذ قرار. هم والطرف اللي بيدعوا له انهم هم المتمشين البرهان ساكتين. طبعا الموضوع عاجبهم، الموضوع ده عاجبهم انك انت ممشي البرهان وانك الحاجه دي مفرحاه من الطرف ذاك. وهو ما شغال باي زول في الكوكب ده يا حاج، ماشي في خطه ده دغري. قال لك ما في تفاوض. جيتيه سنه 2023 هو جوا القياده قال لك ما في تفاوض، ما في سلام. الدعم السريع يمرق من السودان او يسلم. اول خطاب له قال الساعه 9:10. قناه الجزيره نزل الخطاب ثاني يا غسان، ضربت له المذيعه قالت له الموضوع ده حينتهي كيف؟ قال لها الدعم السريع يسلم. قلت له يسلم كيف؟ قال لها انت ما سامع صوت الضرب ده؟ دخلوا هاجموا مكتبي وانا الان في بيتي وبيتكلم معها. قال لها يسلم. صدق لسه قال لها الحرب دي احنا في مكاتبنا 9:10 بدأ الدعم السريع. هاجموني في مكتبي والان بيهاجموا في البيت حقي. ما سامع صوت النار. ده البرهان بيتكلم مع المذيع دقائق بس من بدايه الحرب. لليله ما غير كلامه. صرفه يا اخي. لكن في اشاعات كده المنامه الزول قال لك الدعم السريع يسلم او يشوف له بلد ثانيه. لكن ما المفاوضات بتاعت المنامه ماشيه كويس. قالوا زول قال لك يا يسلم يا يشوف له بلد ثانيه. جدة 1 جدة 2 والله يسلم يشوف له بلد ثانيه. الاتحاد الافريقي اللي قاد والله يشوف له بلد ثانيه او يسلم. الحرب دي ما حتنتهي وما حتقف، ما حتقف. خطوط الماشيه بتهاجم فيه دي يا حاجه وبتصنع في الراي. يعني هم لو هاجموه بمسيره او مسيرات او استهدفوه هم بيهاجموه بالجواسيس ديل زي المسيرات. جوقة الصحفيين اللي قاعدين في بورسودان هم ذاتهم مسيرات. عندهم شنو من الصباح غير الصواطه؟ قول لي بس حاجه. ويلقوا طبعا معاون الشيالين. قول لي حاجه انت. زول ده كلامه غير ربتين. قالوا مشوا والله يا اخي واشنطن حتاخد كم يوم يعني. حتاخد كم يوم يا حاجه؟ 3 يوم. طب اسمع القسم ده وما قسم سفاه. اقسم بالله العظيم وجلال الله وعزة المعبود احنا لا عندنا تفاوض مع دعم سريع ولا عندنا سلام مع دعم سريع ولا عندنا كلام مع الجواسيس والخونة والمتعاونين. قحط وتأسيس وصمود. الموضوع ده اخذ يوم. الوفد دي بعد بكرة اخذ شهر. كلامنا ما Can you please just hear me out? يقولوا البرهان ده ما بتاع سلام والبرهان ما دار يفاوض.
الليله دي رسل لكم وفده بقياده الخارجيه لامريكا لبحث سبل السلام في السودان. مكتوبه قال وزير الخارجيه. نكذبه نصدقك انت. طيب مالكم ما مجدتوه؟ ما في ترابيزه دعت لسلام وحفظ حقوق الشعب السوداني ودماء الشعب السوداني؟ البرهان ما مشى قاعد فيها، كلها بيمشي بقعد فيها. وبعد ده كله يطلع يقول لك محركينه مسيرينه ممشينه. الطرف الثاني ما بيلتزم، الزول ده داير يجيب لك حقك، لكن الطرف الثاني صوته عالي. هم ما كتر لكن موفر لهم سبل الاعلام والمال، مشترين زمامنا الرخيصه. طيب احنا نمشي لصفحه الاستاذه عشا المجدي عشان نلقى الاجابه حق سؤالنا التاريخي. برضو من هنا نحيي وكاله سونا للانباء، الليله يعني لقينا عندها الاجابه بدون ما نتحلف ونتكلف. استاذ عشا المجدي كيف احوالك؟ ان شاء الله طيبه. انا الان داخل صفحتك، اخر منشور قلت مبروك الهلال. بالله الهلاليه انا من زمان انا اقول عندي ميول مريخيه كده، لكن كنت شاك فيها. حسنا خلاص دقت الطار جابت لنا دكتور. طيب يلا طارق وين؟ قالوا اخيرا طلعوا نوروا الشعب السوداني ما دار في الزيارة السابقة التي لا تشبه الزيارات الأخرى لعمك، وعملت علامة مصر. حينما قلت لهم أطلعوا وتحدثوا للشعب عما دار، نصبت في الأسافير المشانق وعم الهرج والشتايم وأنا راكزة. أنت ما راكزة، أنت عندك قدرة على التحوير أقسم بالله والتضليل ما سبقك فيها زول. دارين نشوفك أنت الليلة انتصرت لنفسك كيف، دارين إنك تورينا جاب لجاب شنو. ورينا الليله دي عشان الماجدي. ما انت ما دقيت طارق فوق نوريك دق الطار. قال واخيرا طلعوا نوروا الشعب ما دار في الزياره السابقه التي لا تشبه الزيارات الاخرى لعمك. حينما قلت لهم اطلعوا وتحدثوا للشعب عما دار، نصبت في الاسافير المشانق وعم الهرج والشتائم وانا راكزه. طيب نشوف. قال كان بالامكان توضيح ما دار في الزيارة والانفتاح على الشعب بدل التغييب الذي يمارس بعيدا عن كلام الخير والإيمان والسلام والمطايبة. الزيارة التي دي الوحيدة المختلفة عن سابقات الزيارات. أطلعوا يقولوا تفاصيل عيش الماجدي للشعب. طيب الليلة الدار في الزيارة بتاعت مصر شنو؟ قالت أخيرا طلعوا قالوا للناس. قالوا شنو؟ زيارة وزير الخارجية لأمريكا. قامت الأستاذة قالت هي دي ما سبب الموضوع اللي أنا كلمتكم به. كلمتينا بفتين، كلمتينا به قبل 10 يوم. كتبت مقالة كان بالإمكان توضيح ما دار في الزيارة والانفتاح على الشعب بدل التغييب. الزيارة دي الوحيدة المختلفة عن سابقاتها. أطلعوا يقولوا تفاصيل عيش المجد للشعب. طيب يطلعوا يقولوا تفاصيل وين؟ طلع قال لكم أنا والله ما بفاوض وما عندي رباعية، والموضوع ده الدعم السريع اللي يستسلم بس، ونقدر ونثمن مجهود الدول الراعية. ده البرهان في يوم العزاء حق المقدم مزمل عبد الله ربنا يتقبله. تاني جا قال في المطار حضرتك ليه ما نزلت الخطابات حقته؟ يعني ده ما الكلام اللي عاجبك؟ اطلعوا وضحوا للناس. طيب لما زاروا حسا امريكا وقام وزير الخارجية ذكر الأسباب بتاعت الزيارة، علاقات الثنائية، مناقشة السلام في السودان. طبعا بالتأكيد أمريكا حتتطرق لموضوع الرباعية، ما هي طرف فيها. قال الكلام ده وزير الخارجية. جيت قلت ما توروا الناس الحاجات. يعني كان قبال 10 يوم انت عارفة انه وزير الخارجية حيسافر أمريكا، وما كنت دايرة تتكلمي إلا لما وزير الخارجية يسافر أمريكا. لا قدر الله قام وزير الخارجية استقال، كنت هتعمل شنو الليلة؟ نفترض انه استقال او قال ما داير، او لا قدر الله واحد من القيادات ديل مات. الناس اللي مشوا امريكا ديل واحد منهم مات. الكلام ده قبل 10 يوم. علم الغيب عندك عرفت انه بعد 10 يوم الزول ده حيسافر وحيطلع الموضوع، وسكتي ال10 يوم دي تحملتي كيف؟ تحملتي وانت راكزه عشان داس الموضوع. يبقى السؤال الخطر كلمك امريكا. هسي احنا وسعنا دائرة الشكوك. كان في الاول كلمك السيسي ولا البرهان؟ هسي معناه كلمك ترامب. لكن انا معجب جدا بقدرتك في علم الغيب، ان انت قبل 10 يوم عارفه وزير الخارجيه حيسافر والمعلومه عندك. سالناك قلنا لك فيها ضرر للشعب السوداني ولا فيها خير؟
أبيت تتكلمي. هسه أنا جاي أسألك، زيارة وزير الخارجية لأمريكا كعبة ولا كويسة؟ فضلي. الموضوع ده انتصار للذات، وانك انت كنت ماجده، وانك كنت صامده، وانك كنت. انا بسالك الليله ادينا رايك الشخصي. ما ده زول اداك خبر، انت للان ما دخل يعني التطش بتاع الصحفيه انا ما شفته، تحليلك للخبر ما شفته، رايك في انه وزير الخارجيه خطابه كويس ولا كعب ما بتقدري تكتبيه، انت ما عندك القدره تكتبي رايك الشخصي. الليله انا بسالك من رايك الشخصي، وزير الخارجيه سافر امريكا، حدي سمحه ولا كعبه؟ طيب يا عالمة الغيب، الزيارة دي مشت الآن نهايتها حتكون شنو؟ ما هو البرهان لو طلع ورانا ما دار في الزيارة حقت مصر، واتفق مع الرئيس المصري انه يرسل وفد لأمريكا، يبقى البرهان اخترق كم دولة في الرباعية؟ اخترق مصر، السعودية، أمريكا ذاتها، كاهن ولا ما كاهن؟ الرباعية 4 دول، وعثمان مرغني قال الخماسية، دخلت فيها بريطانيا، الإمارات، السعودية، مصر، أمريكا. البرهان سبت مصر، أموره طيبة. السعودية سبت معاون، ومحمد بن سلمان أعلن عن المجلس التنسيق بين الحكومة السودانية والسعودية لمصلحة الحكومتين، بعيد عن الرباعية وبعيد. لو ما أخذ ضوء أخضر ولقى إنه الأمور ماشية كويسة في الأسبوع اللي فات ده، الحاجة دي كده البرهان ثبت كم دولة من الرباعية، مع ملاحظة إنه الدول الثبتة دي ما فيهم واحد معترف بحكومة تأسيس. السعودية ما معترفة بحكومة تأسيس، مصر ما معترفة بحكومة تأسيس، أمريكا شخصيا ما معترفة بحكومة تأسيس، بتتعامل معه وفد الدعم السريع القوى المقاتلة في السودان، ما مسمى تأسيس، ما معترفة بحكومتها. الحاجة دي كويسة ولا كعبة يا عالمة الغيب؟ الزيارة حتنتهي بعد 2 أو 3، ورينا حتنتهي على شنو؟ ما دام انت عرفت البرهان قبل 10 يوم كان بيخطط لزياره لامريكا، قلت له اطلع وري الناس، واقسم بالله لو كنت قلتيها كنا احنا شلناكي في الاكتف والاعناق، انك تورينا انه البرهان في ظل الحصار وظل الضغوط الامريكيه بيخطط انه يخترق امريكا ويحاول يتناقش مع الامريكان في علاقه السودان مع امريكا ويعمل الاختراق ده، احنا ما كنا شلناك في الاكتاف. ابيت تقولها ليه؟ جاي الليله بعد الموضوع قالت انا ما كلمتك ونطلع وروا الناس، ما ورونا حاجه. حسي هل في تفاوض مع الدعم السريع ولا ما في؟ ما حتجاوب لانه ما عندك معلومه. الشياطين بتاعتكم اللي بتسترغ السمع ما بتقدر توريكم. هل حيقعدوا في اليومين ديل يتفاوضوا مع الدعم السريع؟ ما عندك اجابه. طيب ورينا انت شنو وزير الخارجيه سافر امريكا؟ عندك تعليق مع استاذه صحفيه ثانيه؟ الحقيقه التعليق ده اصابني بالدهشه. انا ما قاعد اندهش، عندي قاعده تعود دائما ان تفاجئ ولا تندهش، ما في شيء بخلاني قاعد بس كده، بس بكون زي الصنم الا لكن تعليق ده تعشني. فلو سمحتي لي انه اقراه سيدتي الكريمه، حطلع من صفحتك، حخش السكرينات، خليك معاي. سكرين غريبه جبال ظهر لي طق كده ولا اسمه، خليك معاي قريبه. لقيته من هنا بنحيي الاستاذه رشان اوش، قالت قيل والعهد على الراوي وزير الخارجيه في واشنطن. استاذه رشان اوش صحفيه قديره ومعروفه للجميع، يعني جابت حاجه اقسم بالله العظيم انا تفاجأت ذاتي. قالت ان وزير الخارجيه قالوا برا السودان في واشنطن. الكلام ده كان بيتم قبل وزير الخارجيه ما يمشي واشنطن. هي حددت شخصيه انه وزير الخارجيه في واشنطن قبل ما يسافر واشنطن. هنا برضه استاذ رشان اوشي ما صحفي، دي عالمه غيب، لا ده علم غيب. حنسألها نقول لها عرفتي الحاجه دي كيف؟ حتقول لنا من الله. حنقول لها الوسيله اللي وصلتك كيف؟ وحي، حلم او رساله؟ هتقول لك من الله ودي قدرتي. هنقدر نسألها من مصدرها؟ زول قال لك مصدري الله عز وجل، تسأله؟ ما بنقدر طبعا، ما
حنقول لها في ضابط كلمك او واحد من عضو او وزير الخارجيه شخصيا كلمك، ما حنقول لها كده. حنقول لها بما قدرتك على علم الغيب ورينا وزير الخارجيه حيقعد مع الدعم السريع ولا صمود ولا تاسيس ولا الامارات، بس وريني حيقعد مع يدوف ديل. وحنرمي بياض، انا حاسه حرمي ليه رشان اوشي بياض. وريني يا رشان اوشي. قلت والعهد على الراوي. الصحافه الان تحولت الى تحدي وانتصار ذات، انه احنا عارفين، انتوا عارفين دي معلومات ما فيها تحليل. حضرتك عرفت انه وزير الخارجيه مشى واشنطن، حاجه دي كويسه لينا ولا كعبه؟ ما بتقدر تقولي رايك، اديني رايك حسي. قالت والعهد على الراوي، الكلام ده قالته قبل ما وزير الخارجيه يمشي. طيب ما انا عارفك طبعا بتتحمقي وبترد علي، عليك لما ترد علي ولا تشتغلي بيها، اعتبريني حاجه ما في كده. قالت قيل والعهد على الراوي وزير الخارجيه في واشنطن. ده استاذه رشان اوشي من هنا نحييه. الاستاذ عائشه الماجدي ردت عليها قالت له هو عمك بتاع الخارجيه برا البورت قام بالظلام. قلت لها هو عمك بتاع الخارجيه برا البورت قام بالظلام. احنا نوطي الصوت ده اول حاجه. طيب Imagine bringing your side project to life just by thinking about it. Meet Base 44, a يا مستر ام كده علق ليه اول حاجه على الكلام ده. يعني الموضوع ده لانه طويل انا ماشي اقراه ويطلع ماسوره يا سعادتك. كده اكتب لي عليك الله. الموضوع ده كويس كعب ولا كعب معانا؟ يعني كويس؟ يعني احس من كل الكلمات الصعبه في الدنيا السهله في الدنيا اللي هي كلمه كويس ولا كعب تختاري ما ماسوره، يعني ماسوره ولا ما ماسوره؟ ده حقنا بس. تمام خلاص مستر ام خلينا نشوف شغلتنا. في شغل نزل حسي يا حاجه، الشغل ده ما دستوري كمان كده والحين ننتهي من علماء الغيب ديل. معلش استاذه اقرا وحلل بيتين. طيب الماجي والله يا حبيبنا يعني حلل بيتين. يعني الموضوع ده هسه اقرا وسط يطلع ماسوره تقول لي بس كويس ولا كعب؟ كويس. قال كويس خلاص. اشغلتنا يا رجاله بلشتنا. اليومين دي ترى يا مستر ايم الظرافه بتاعتكم دي ما مطمنه يعني. والله شكلكم كده توديني لله. انا ما مرتاح لك. حاجه نجي للموضوع الجاي حسي ده بس ثانيه. تتحدث المصادر عن مقايضه ثالثه. لا 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 شغل بختلف. لا 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 شغل بختلف. لا 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 شغل بختلف يا حجة. الله اكبر والله يا دوب ولا له كويس. والله مستر ام ده زول غير الخير ما بيجيب لنا حاجه. طيب معلش استاذ عائشه الماجدي انا شايف احسن نتيم كلامك ونرجع للشغل ده لانه ده حنختم به. الاستاذ عائشه الماجدي قالت هو عمك بتاع الخارجيه بر البورت قام بالظلام وعامله وش ضاحك. يعني انا ما عارف بتضحكي فيه ليه؟ يعني وزير الخارجيه سافر برا بورسودان، اللي بضحك في الموضوع ده شنو؟ سافر بالدس سافر بالعالم، انت عارفه تحركاته ليه اصلا؟ يعني انا داير افهم لماذا تعرفي تحركات وزير الخارجيه يا استاذ عائشه الماجدي؟ هتستفيدي منها شو؟ حيسالوك منها في امتحان. هو زول لسه تقولي له وسافر بالظلام، بالظلام يعني بالدس، خايف من منه؟ معاه البرهان في بورسودان
وسايق الطياره حقت البرهان الرئاسيه بدي المفتاح عديل اداه هسه اليومين دول مدي وزير الخارجيه نسخه بقول له دورها يا زول امشي انا مدور خارج ساعتك ما تكون عندك حوامه لا ما عندي حوامه ولا بتاع حوامتي بس تاشيرات اليومين دي مطار ده شفت المطار ده لو ما نقدر ما جرى لنا نفس من الكوبيه اقول له دور فهي بتضحك انا داير افهم بتضحكي في شنو يعني هل انت وزير الخارجيه بتاعنا ده ما دايراه ضده معاه هسه احنا الحكومه دي ما فيها ناس احنا كتار ما دايرينه قاعدين نصوم خشمنا ده علينا ليه بنصوم خشمنا علينا ما خلاص القياده عندها راي منو القياده برهان ده بس ما بنعرف زول تاني الزول ده قال كويس يقعد بعد 3 شهور ما بتنفع معاه بيشوتك والله ما عنده لك حاجه يعني انت ما ود خالته برهان ده اول حاجه الناس تفهم انت ما ود خالته ما شوفوا ضحك لك انت ما ود خالته وقاعد احذر الناس وبنبهن اخواننا الزول ده بيتكلم معاك فك يدينه انت قول اللي دار تقوله هو ما سامعك لحق كتف يدينه وعايل لك طفى عينه وعايل لك بالثانيه احسن لك ما تكذب حتى لو الكلام كعب ولا عملت لك عمله بطاله جيب من اخره لانه الزول ده كتف يدينه وركز معاك والبرهان لما يركز معاك بيوديك الوزراء ديل طلب مننا يكون عندنا حكومه مدنيه ما دار يتعاملوا مع العسكر اتعينت حكومه مدنيه الوزير ده طلع ما كويس يعمل ليش شنو يعني بيشوتوا برا بيجيب غيره الزول ده مسؤول ما كويس بيشوتوا برا وزير الخارجيه ده قاعد معاه قام بالظلام من منو بس انا داير اعرف يا عش المهدي متدسي من منو قام من منو بالظلام تحركات وزير الخارجيه والسكنوا المواطنين في بورسودان ذاتها ما عارفينها ولا في السودان كله في بورسودان ما عارفينها حركته تحركاته ده وزير واحنا في حاله حرب ممكن تكون خليه نايمه يعني يجوا من البيت يطلع بميكروفون يا شباب السلام عليكم كيف الاجواء عندكم كيف في الكورنيش والله الاجواء يعني ممكن نسافر تفتكروا الريح مناسبه عندي بس غشوه كده داخل على مصر داخل على السعوديه بعدين عندي طله كده على واشنطن فممكن تكلموا الشباب لحد ما امشي واجي راجع انا ما قادر استوعب دايرين منه شنو يعني انتوا بتعرفوا المعلومات دي ازاي انتوا بتعرفوا المعلومات دي ازاي وليه بيعرفوا المعلومات دي البنات ما بيعرفوها الصحفيين الرجال لماذا يعني يا اخ السن يعني حسي احنا ما رافعين فينا تقرير كاتبه عميد بتاع جهاز امن المخابرات دار يوسخ سمعه الجهاز العميد ده كاتب تقرير قال احنا عندنا معلومات غير مأذونة وبدون تفويض يا غسان لماذا تفتكر يا غسان انا بتكلم عن البنات بعرفوا حاجات الاولاد ما بيعرفوها هل تفتكر في قصور جيني في تفكير الولد ممكن نخلي الملف ده كله ونخلي امريكا ونتكلم يعني انتوا بتلقوا شنو في البنات ما بتلقوه مثلا يعني عبد الماجد عبد الحميد عنده حاجات بيقول لك غير قابل للنفي واصلا غير قابل للنفي اي حاجه بيقول غير قابل للنفي خارج اطار حكومه البرهان بيجيبها من برا لكن جوا حكومه البرهان ما عنده غير قابل للنفي فأسست وزير الخارجيه ده لو قلنا لك ما بات في بورسودان يا عبد الماجد عبد الحميد الموضوع ده بأثر فيك فيه اسمه وزير الخارجيه بات برا السودان وين قايم بشغل ده المفروض ياخذ حوافز ومكافآت احنا دايرينه كل يوم يبيت برا السودان اللي بيبيت برا جوا السودان بس البرهان اي زول ثاني وزير الخارجيه ما يبيت لنا فانت هسه ضحكك شنو هنا في الحته دي هل انت مع حكومه البرهان ولا ضدها انت مع تحركات وزير الخارجيه لاختراق العلاقات الامريكيه ولا ضدها ده رايك الشخصي المفروض تكتبيه في الاخبار ده رايك الشخصي عبد الماجد تكتبه لكن ما بتقدروا طيب يا حاج استلم عندك بسم الله الرحمن الرحيم خبر مسترين ده خرب لنا القصه والرصه انت مشيت وين؟ تشيان انت قال لك نقلا عن قناه الحره الامريكيه حاجه اكتب عندك القلم معانا قلمنا معانا منديلنا ده كله متوفرات حاجه جنبك قلمك منديلك لانه المنديل في لايف صرفه مهم مرات ببكيكي بالحزن ومرات بضحكك بتبكي ففي كل الاحوال المنديل مع شباب منديلنا معانا ايوه استاذه عائشه المجدي جنبنا ايوه معانا استاذه عائشه المجدي ايوه استلم عندك قال لك نقلا عن قناه الحره الامريكيه
توضح المصادر نفسها أن ثم مسعى لما أسمتها مقايضة استراتيجية كبرى. الله الله الله. شفت البداية دي كيف يا حجة؟ عندهم واحدة في قناة الحرة صحفية شمشارة شمشارة شمشارة، بتشبه لنا واحدة جديدة شغالة في قناة سكايبي، ما بنقول الاسماء طبعا. شمشارة صوات 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 صوات، عاملة زي الوضاية. عاملة زي الوضاية. شفت الوضاية مش في الطحوط بتاع الغسيل ده، بس بتشبهه تحت ضعيفة كده وفوق ضعيفة، يعني ما نقدر نوصف طبعا. أنا طبعا الناس حيسألوني يقول لي شفتها وين ما شفتها وين، أكذب يعني. في ناس يقول لك النظرة الأولى ليك والثانية عليك، وده حديث يا أخوانا. حديث كيف يعني؟ شفت السودانيين المجار ما داير يكشفوا لقوا، يقول لك النظرة الأولى وأنت أحسن ما تفصلها ما ترمش عشان ما تتحسب عليك أسيات، كشف بس خليك فاتح عيونك كده لما تقطع. زول بيكون فاتح عيونه قاعد كده أنا طبعا يعني احنا شفنا اصناف الناس. اكتر صنف انا ما بدوره في الدنيا دي المرة اللي بتيجي لافه التوب بتاعها في نص وشها كده كمامه ذاك، دي شريره. لا شريره. لا مالك احترم نفسك. هو انا عارف في القدره بتاعت الفول يا حاج، دي بيكون كايسه مشاكل، بتكون الدنيا قافله معايا دايره بنيه بس. تعال مالك اتكلم معاك من نص التوب. انا ما عارف بيعملوه كيف التوب، بيعملوه كمامه وحجاب كده ويكون طالع مطبق كده ومدخل يدينا بيجوهم كتفاهم، وتقول لابسه ليستيك، دايما لابسه ليستيك، سرنجه لون ازرق، ومحل الكوع في ضرب السكين ولا ساطور كشف لك كده. لا مالك والله قاعد عين في قدرة الفول اقسم بالله جد. لكن مع الكمكم بتاعك ده ما في اي حاجه شايف النهايه. يقول لك النظره الاولى ليك والثانيه عليك. لما يتقال الكلام ده في وقته الواحد بيكون قاعد في خيمه في نص الخلا شايل ابريقه، وهم بالليل ماشي شنو؟ يعني ماشي بالليل يقطع الجمار السودان ده مصطلحات عجيبه. ماشي يقطع الجمار بالابريق الفضي ذاك، والله العظيم كراتونا ذاته تسويك في الشارع. المهم ماشي يقطع الجمار، تقوم مدنقر تسمع لك حاجه بتكشكش، تقوم تدنقر في الوطن. استغفر الله العظيم لن انظر اليها. يطلع اسد يقوم يجي غمك. قال لك الاولى ده عاين الحاجه اللي بتكشكش دي شنو؟ لانه النسوان زمان مبلمات برضه بالعبايه السوداء، والدنيا ليل والصحراء سوداء والجبال بتاعت تهامه سوداء، تقعد تدنقر كده بيطلع لك ضبع بياكلك. الاسود زمان مع حايمه. أفاطم لو رأيت ببطن بخت وقد لاقى الهذبر أخاك برهانا، إذا لرأيت ليسا أم ليسا هذبرا أغلبا لاقى برهانا. يا أخي والله العظيم أنا ملك ملوك الطبلة دي. ألفتها كيف؟ أسألك هاك قدام الكاي قال لي تعال اقعد. الأسد بيجي ماشي واحد يقول لك اسمع كشف بس ما اللولو. قال لك اللولو ما اللولو عليك، قال لك افرز ده بني ادم ولا اسد؟ عشان انت تقعد تتخجل كده وتعين في الواطه بيقوم بيجغمك. عشان لو لقيته اسد شيل بريقك وعرض يا صاحبي. هل لديك فكرة مشروع رائعة؟ امنح فكرتك اسما توضح المصادر نفسها دي منه؟ دي البت طلعت لهم موضوع الوفد الامريكي والوفد السوداني. نقرا مع بعض الموضوع ده طازه انا ما اعرفه كويس ولا كاب. منين بطيخه نفتح بسم الله. ان ثم مسعى لما اسمتها مقايضه استراتيجيه كبرى تشمل ورقه روسيا مقابل الضغط على الامارات حيث تدرك الخرطوم، كما تقول المصادر للحره قلق واشنطن العميق من إنشاء قاعدة بحرية روسية في مدينة بورسودان. جينا قبل فترة هنا زعلانين من الكاهن، قلنا له يا كاهن الروس ديل ادونا القاعدة حسب كلام القحاتة مقابل صواريخ نفكها في الدعامة دي.
قمت قلت لكم انا زعلان منه هاي، لكن الكاهن كاهن، شال منهم الصواريخ وشال منهم الدوشكات، وعلى لسان حميتها ولمس قال لك هو البرهان ده ما جاب عده جديده، بيجيب عده جديده، هو شغلته شنو؟ كل يوم يجيب له حاجه جديده تفجعك. قام قال قلنا له هو البرهان قالوا شو؟ ادى القاعده الروسيه مقابل السلاح. جبنا هسه السلاح طردناهم من بحري ومن مدني ومن السوقي، ودافرينهم في كردفان فضلت لنا النهوض، وداخلين على دارفور ولله الحمد منا. والليله عملنا انزال في بابا نوسه. هو بابا نوسه فيها شنو؟ والله ما بقدر اقول لك. ما بقدر اقول لك. ما تعملوا انزال في الفجر؟ عملنا. عملنا. والليله ساره دخلت جو اجواء الفجر. ما شفت الفيديو؟ ما قال لك الرد في الميدان الكاهن. طيب حلو. هل اداهم القاعده الروسيه؟ لا. شوف الزول ده بيلعب في القاعده الروسيه كيف. جينا قبل 10 يوم قلنا له الكاهن ما تخش مع الروس بالقاعده الروسيه، يحفروا لنا الترعه من سد النهضه دي ندخلها البحر الاحمر. الكاهن كان بيكشف كده. ما قلنا لكم الايام الجايه الحاجات حتطلع توضيح. امريكا قالت انه الخرطوم بتتلاعب معاه بورقه ضغط اسمها القاعده الروسيه، مقابل الضغط على الامارات لايقاف دعمها للدعم السريع. اللي اتلعب في الموضوع ده منه يا اخواننا؟ الدعم السريع غلط. اتلعبت الامارات. اتلعبت الامارات. الامارات كانت زمان حليف الرجل الشمال لامريكا. امريكا تقدم يمين، الامارات تخطط شمال. دولة المافيا والجواسيس. حجة المصدر ده احنا بنكذبه؟ لا، القحاته لازم يصدقوا الكلام ده، لانهم هم روجوا عن طريق البت المذيعه دي انه وفد الجيش قاعد يفاوض في امريكا. هسه الليله غصبا عن ميتين الكلام ده لازم يشيروه. قال لك من نفس المصدر الروج التفاوض، وتاني جا قال لهم، قال توضح المصادر نفسها ان ثم مسعى لما اسمتها مقايضه استراتيجيه كبرى تشمل ورقة روسيا مقابل الضغط على الإمارات. اتلعبت الإمارات. بقت الإمارات يوزلس بالنسبة لأمريكا. جابت السمعة. الإمارات إنه مشروعها في السودان عن طريق الدعم السريع انتهى. عندها المشروع بتاع الخطة إكس، وده إحنا إن شاء الله وبإذن الله مستمرين في فتحه وتدميره، وما حيشوف النور إكس ده. إكس الفاضح. اكس ده احنا وزارة الاتصالات مش حاضرة حرف الاكس ده. وزارة الدفاع ذاتها حتحظر حرف الاكس. انا اوريكم قلة ادب ما شفتوها. قال لك هو الموقع اكس، والموقع اكس ده احنا ذاته حظرناه. بنسمي الحتة احنا طبعا داخلين على الخوي والنهود وداخلين على حمرة الشيخ، ما عندنا اكس. حظرنا اكس الحرف ده. حاجة اسمع الكلام الخطير ده. قال لك المقابل الضغط على الامارات حيث تدرك الخرطوم كما تقول المصادر للحرة. قلق واشنطن العميق من انشاء قاعدة بحرية روسية في مدينة بورسودان، لذلك تقدم عرضا مفاده. نحن مستعدون لمراجعة الاتفاقيات مع موسكو. كاهن 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 كاهن. سألنا عثمان مرة قلنا له يا عالم الغيب، وفد الحكومة بفاوض في شنو؟ ما كتب حاجة. يا أستاذ عشان الماجدي، أنت قلت للبرهان يطلع يتكلم ووري الناس. هسي وروكم، ورونا زيارة وزير الخارجية قبل 5، ولو مات وزير الخارجية ما سافر كنت هتعمل شنو أنت؟ يعني كان حجتك حتكون شنو؟ بس افترض إنه ما سافر قام استغال، كنت هتعمل شنو؟ هسي دار تعرف برهان بيعمل في شنو؟ قال لك بفاوض في امريكا بالورقه الروسيه. قدم العرض منه الحكومه السودانيه. نحن مستعدون لمراجعه الاتفاقيه مع موسكو وتامين مصالح الولايات المتحده وحلفائها في البحر الاحمر، مقابل قيام واشنطن بالضغط الحقيقي والفعال على الامارات لوقف دعمها العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع. اذا امريكا قبلت بالشرط ده حبابه التفاوض، اذا ما قبلت قاعدة روسية في السودان. الاثنين حرت. انا في اغنية زبالة كده حشغلها اخر اللايف، يعني هي بتشرح الشغلة دي. امريكا وافقت على الشروط حقتنا انها تضغط على الامارات، بنطلع روسيا من الموضوع. ما وافقت بنجيب روسيا. حاجة الموضوع ده رايك فيه شنو؟ كاهن ولا ما كاهن؟ قالوا باع
القاعدة الروسية للروس، باع قاعدة بورسودان للروس مقابل ادوه دوشكات وطلق يفكها في المقنبلين ديل. مشى جاب فيها راس امريكا ذاته وضرب الامارات. لا اله الا الله محمد رسول الله. ده شغل بختلف يا حاج. امبارح شابكينه الكاهن سيد الخميس. بنقول ليش ما تاني؟ نقول الله اكبر، ما شاء الله، تبارك الله. نسأل الله انه ينور بصيرته، نسأل الله انه يأيده، نسأل الله انه يعززه. كانوا في الايام اللي فاتت دي شغالين صواطه، طلع هو سايقنا في حته تانية. سيد الرئيس انت المفروض تفاوض السلام مقابل القاعده الروسيه، ما جاب سيره للدعم السريع ذاته. مفروض يقولوا له خلاص احنا حنعمل سلام في السودان برهانز، ولكن without قاعده روسيه. السلام مقابل القاعده الروسيه. مشى لعبوا لعبه تانية، قال لهم تضغطوا على الامارات توقف دعمها للدعم السريع. طيب الجنجويد ده برهان ما شايفهم؟ الجنجويد عند البرهان ماتوا. ده علم الغيب عنده كده. وين العلماء الغيب بتاعنا؟ ما قالوا. قال الامارات توقف دعمها. اذا الامارات وقفت دعمها امريكا تضغط عليها. طب احنا ضاغطين عليهم؟ احنا ما ضاغطين على زول. احنا قاعدين في حتتنا جوان الجماعه دول دايرين بنديهم. نديهم. ليه لا اقول لا؟ ليه نابا؟ قاعدة في الواطة سايمة نديها لهم. بدل تشيل الامارات كنا نديها للروس. رايك شنو في الشغل ده يا حجة؟ الكلام ده قالوا المصدر المطلع اللي كلم التقاحاته. قال الوفد السوداني قدم العرض ده يا برهان. طيب ما تفاوضون على الدعم السريع انه يرجع المعسكرات مقابل انه احنا يعني نوقف لكم القصه دي، وانت تقول للروس. امريكا كان ممكن تقدم طرح او عرض تقول والله يا برهان الدعم السريع ده احنا موقفينه منك في بورسودان، في مقابل انهم ما يجوك في بورسودان تطرد الروس. البرهان ما شايف الدعم السريع، ما دخلوا في المعادله. انا كلمتك يا حميدتي قلت لك قبل كده انت في شاشه الكاهن ده ما بتظهر. كان ذكرك بيقول الاراجوز وما زعلان منك انت. قال العاملين فيها سياسيين وطنيين بيسمعوا فيه وبيضحكوا. اللي بيجونا بيضربوا لنا واللي بيحاولوا يتواصلوا معانا بيضحكوا من الاراجوز. ما بشوفك في الشاشه بتاعته. حاصرته في القياده ما شافك، دمرت له بيته ما شافك، واقسم بالله ما شافك. هسي قال لك يا امريكا نطرد الروس، قال لي ايه؟ تضغطوا الامارات. الامارات لو انضغطت بديله منه سعودي ارابيا يا صاحبي. سعودي ارابيا. محمد بن سلمان. ارحب. ارحب. الحوت يا صاحبي. اجدع اسد. اسدين. ورده. البديل السعوديه. السعوديه. اللي بيتكلم عن انه البرهان باع القاعده الروسيه للروس. البرهان اصدر قرار طرد الروس اتدخلوا عمر البشير. ايه رايك في الشغل ده؟ البرهان قلع قاعده فلامينغو من روسيا بالمناسبه. قرار اصدروا البرهان والله العظيم. وتقال بفوضوه في شنو؟ طيب ما هم اصلا لو قاعدين فيها وباتفاقيه البشير معاهم، الناس اللي بيتكلموا عن البرهان باع، البرهان خان، البرهان فرط، ما كان هسه الروس قاعدين في بورسودان. مالون دوبهم بفاوضوا في الرجعه لانه قلعها منهم. يوم القلعه القاعده من روسيا انا قلت الزول ده خطر يا صاحبي، لكن كنت شايلها معاه طبعا لحد يوم 13/4 انا شايلها معاه، 14/4 شايلها معاه. هسه خجلان منه والله. والله خجلان منه. واحد فينا لازم يستشهد يا كاي، ما المفروض نتلاقى. شاب يقول لك برهان طلعت ميتيننا. هسه ده الواحد يلاقيه كيف والله، وكمان يلاقيك من بعيد يكتف يدينه في شارع زي صدفه. لكن انا عامل شنو؟ انا ماشي فيز هجيب مريم الصادق تهريب واخدها قدامي، خليه يطلع طاقته كلها. بس شفت اديها لك كف واحد غير خارطة الجينية، غير اسمها ذات سماها طماطم. والله العظيم البرهان ده يدي مريم دي كف.
ارجع لنا لموضوع امريكا. امريكا شنو كده؟ هسه تلاقيه كيف في الشارع برهان؟ قسم ممكن يلاقيه. انا ما عندي طريقه والله، ما عندي طريقه. انا وهو ما بنتلاقى والله. خجله زي بس والله يا حاج، والله شارع ما بشي لنا والله، خجلان منه والله. عيني يا حاج قال لك وتتحدث المصادر عن مقايضة ثالثة. طيب لذلك تقدم عرضا مفاده نحن مستعدون لمراجعة الاتفاقية مع موسكو وتأمين مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأحمر مقابل قيام واشنطن بالضغط على الحقيقي والفعال على الإمارات لوقف دعمها العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع. ده الاتفاق الأول. الاتفاق الثاني قال وتتحدث المصادر عن مقايضة ثالثة. طيب الثانية وين؟ أنا قريتها ما أعرف. الأولى قال توضح المصادر تشمل ورقة روسيا مقابل الضغط على الإمارات حيث تدرك الخرطوم كما تقول يعني إنشاء قاعدة بحرية روسية في مدينة بورسان، لذلك تقدم عرض مفاده نحن مستعدون. طيب وتتحدث المصادر عن مقايضة ثالثة كيف؟ والمقايضة الأولى كانت شنو؟ طيب حكومة الأمن والاستقرار مقابل والاستقرار وإدارة ملف الإغاثة وإعادة الإعمار. هذه الحكومة تعمل تحت حماية الجيش، وهي صيغة تهدف لطمأنة واشنطن بأنها ستتعامل مع دولة قادرة على فرض النظام. الكلام ده يعني هو كويس وما كويس. احنا معانا كويس طبعا، لأنه الأمريكان قالوا دارين حكومة مدنية معينة. قام السيد الكاهن جاب الوثيقة الدستورية شخبتها براو في المكتب، شخبتها كده عدل فيها، جاب الأستاذ نبيل أديب وجاب الأستاذ مبارك أردول كيلو ذهب، وقال لهم خلاص احنا ظبطنا الوثيقة الدستورية وأمورنا رسمية. قال لي خلاص الخطوة اللي بعديها تعين لنا حكومة. قال لهم جدا، حكومة كفاءات أجنبية عديل، كلنا نبان جوازات جابوا لك من برا. رف كامل إدريس الأمريكان قالوا والله الحكومة دي شكلها كده يعني دي مرحلة حرب، فإحنا دايرينها عسكرية لكن في شكل مدنية. عسكرة الدولة يقول لك صرفة بتجيب معلومات. يا أخي ده مطالب. ليه يومين كده بقول عسكرة الدولة، لأنه البلد دي في مرحلة حرب، الضعف ده ما ينفع. فقاموا قالوا في المقايضة يضغطوا الإمارات مقابل إنه إحنا نعمل حكومة ما سياسية تحل مشكلة المواطن، تحل مشكلة الإغاثة، تحل مشكلة. وقفوا الإمارات يبقى الدعم السريع. برضه ما ذكر الدعم السريع في الشرط التالي. ليه ما ذكر الدعم السريع؟ لأنه الدعم السريع عند البرهان صفر، ما شايفه الناس ذاته. والله زول ده حجار عديل، أقسم بالله حجار. حميتي جاب أخوه عبد الرحيم، برهان ما شافه. جاب أخوه القوني، البرهان ما شافه. جاب عادل أخوه ما شافه. جاب أبوهم في الزرق، راكب لنا ناقة هارب كان لما دقت الزرق الأولى، البرهان ما شاف. الأسرة كلها البرهان ما شايفها. يقول لهم قدامه كده أسرة ماركة الميليشيا، هو سماه ميليشيا آل دقلو. أنا ما أعرف ليه ما بقول هو ما بقول حتى متمردين ما بقول على الدعم السريع، بيقول ميليشيا آل دقلو. والله حقر. هسه جا في التفاوض ما خدتاهن كرت، ما قال لهم ويجب على الدعم السريع الالتزام واقعي والخروج من المدن الآمنة والخروج من المستشفيات. لا قال لهم احنا بنعين حكومة سياسية غرض الأساسي إيصال الإغاثة والمساعدات وحل المشاكل اللوجستية. لكن هنا قال لك كلام خطير، قال وهي صيغة تهدف لطمأنة واشنطن بأنها ستتعامل مع دولة قادرة على فرض النظام. أمريكا مقلقة من اللي بيحصل في السودان. أول حاجة من هنا نحيي إبراهيم المرغني، والله ما تعرفوا الخير حقكم بيجي من وين. تذكروا إبراهيم المرغني في شهر 7 معاوية ياسر حرمان قال السودان سيصدر الإرهاب إلى الإقليم. الأمريكان ما سمعوا الصواتة دي،
سكتوا. يا برهان هسه طبعا المسألة بتاعت تصدير الإرهاب ده والمعسكرات اللي هتتفتح دي ما ممكن تصل للقاعدة بتاعتنا أفريكوم وجنودنا في كينيا ممكن يستغلون. برهان ساكت سهل. جا خالد السيلك بعد فترة قال السودان يصدر الإرهاب إلى غرب أفريقيا ونرى الجنود ونرى المستنفرين ببندقون. أما الأمريكان قلقوا من الموضوع. برهان قال لهم مالكم؟ قال له طبعا الجماعة ديل يعني ممكن الموضوع ده يطلع من يدكم وكده. قال لهم جدا انتوا ما قلت حكومة مدنية خالصة. قال لها ايه لكن حكومة مدنية عنيفة شوية. فالامريكان غايته في ناس الليلة يغيموا الليل، في وزراء كده يغيموا الليل. ما بنقول اسماء طبعا ولا نحن ما بنعرف حاجة ولا بنعرف علم الغيب زي اسماء مرغني ولا استاذ عشا دول بيعرفوا الغيب، احنا ما بنعرف. لكن الشرط ده الامريكان قبلوا به انه يجيبوا حكومة. الزول عمل الشروط دي ده ما بشر ماشي معانا. الزول خط الشروط دي ما بشر ماشي معانا. شوف لاعب الامريكان بالخطة بتاع الدخول للدول. امريكا بتخش لشنو؟ بالمادة 50 من ميثاق الامم المتحدة حماية وتأمين مصالحها. هي قاعدة في اخر الدنيا تمشي تضرب معسكر جوا سوريا تقول لك تأمين مصالحنا. قام الكاهن قال لهم اذا تأمنوا مصالحكم نجيب حكومة عنيفة شوية. تأمن الحدود. تطبق القانون. يبقى احنا داخلين شهر 11 داخل شهر الفتك. اي زول نشك فيه بنودي وين؟ بنودي الرج. في ناس ما قادرين نحاكمون. وزير العدل مكبل. كل ما نطلع في زول المحكمة بس بتيجي داخل المنظمات خالد السيلك ده زول وطني، خالد السيلك ده زول. امريكا قالت لنا واحنا نقول لا خالد السيلك بشكل تهديد، المرغني بشكل تهديد، محمد التعايش بشكل تهديد، ممكن نعمل له ميليشيات تضرب لكم افريكم. قالنا نعمل شو؟ نبيلون. طيب احنا بيلون بس انتوا قفلوا عين وافتحوا عين. امريكا اعمل الرايحه. قال لي الكاهن قال لهم نوقف لكم الانتشار ده ونأمن السودان من يتقسم ويبقى دوله مصدره للارهاب، نجيب حكومه كويسه في مقابل توقفوا الدعم عن الامارات، او نديكم خيار ثاني روسيا. ما نخلي الروس يشيلوا القاعده والبحريه. دايرين شنو امريكان؟ في العاده احنا بنمشي نستجدى امريكا نقول لنا امريكان عليكم الله حصلونا، يا امريكان عليكم الله انقذونا، ادونا بس ان شاء الله حاجه، وقفوا لنا هناي. لا المره دي مشينا نفاوض. امريكا لهسي قاعده في النشنكه. الخبر ده مفاده كالاتي سيدتي الكريمه يا حجه، انه الجواسيس والخونه ديل في ظل ضرب بيهم باص ثرو. اسماء مرغني كتب ولأول مرة قال الخلاصة وفد الحكومة موجود بالخارجية الأمريكية في غرفة أخرى غير التي يجلس فيها وفد التمرد، يتحدث مع الجانب الأمريكي الذي يفعل الأمر ذاته مع الطرف الآخر في البنود ذاتها مفاوضات غير مباشرة. أقول لك يا عثمان مرغني في عينك يتضح انه الوفد السوداني يفاوض الحكومة الامريكية على مصالحها. عشان كده انت ما قدرت تيجي تقول انه وفد الدعم السريع وينه؟ منو الممثل الدعم السريع في امريكا؟ ما ظهر. يتضح انه الحكومة السودانية تفاوض الحكومة الامريكية على مصالحها وليس على مصالح السودان والقوات المسلحة. ما طلبنا منهم دعم عسكري ولا رفع الحصار او الحظر عن التسليح. الناس اللي ما عارفة في معلومة تكونوا فاهمينها، في ال24 حصل حظر للقوات المسلحة السودانية من التسليح سنة 24. سنة 23 كانت في عقوبات على القيادات وعقوبات على التصنيع الحربي والفريق مرغني. في ال24 الناس الأسي بيتساءلوا بيقولوا ذهبنا بيتهرب بالحدود الدولة على مصر على دول بيجيبوا سلاح من وين؟ بالمناسبة احنا الآن في حالة حظر للقوات المسلحة انها تتسلح، وقادرين نحارب ونطلع من الخرطوم والنيل الابيض ونصل كردفان وداخلين دارفور، وبنعمل اسقاط في الفاشر وفي بابانوسا. والله اكبر تدوي والله اكبر عالي. الليله تسريبات قناه الحره اتضح انه السودان بفاوض في امريكا ما على رفع حظرها ولا على رفع اسم البرهان من الغائمه. قال لهم عندكم خيارين يا امريكا، انتوا حتقدموا لنا حاجه واحده، تضغطوا لنا الامارات في مقابل نجيب حكومه كاربه، او نلغي الاتفاقيه الروسيه.
الاتفاقية الروسية أمريكا عندها زمن تفكر، ما عندها زمن تفكر، حتختار واحد في الاثنين. حسي ليه؟ لأنه القمة الروسية السودانية اللي كان السودان مدعو ليها، والآن دكتور جبريل موجود في روسيا، القاعد فيها ولدنا طه من الأسبوع اللي فات، المفروض نقول فعاليات الرئيس، اتأجلت القمة عشان اتفاقية شرم الشيخ. كل الرؤساء مشوا شرم الشيخ، فبوتين عنده ذوق، هو كان دعا أفريقيا ودعا أوروبا وكده، فقام لقاها قال احتراما للأراضي المقدسة اتفاقيتها أولى. لو البرهان لحق مشى روسيا بيمضي الاتفاق، بيمضي الاتفاق، ولا داري درس عصر. الغمة دي اتأجلت، حتعلن حسي في الأيام الجاية تاني غمة. أمريكا يا خياراتها ضعيفة. ما دارين الحكومة، خلاص حنجيب القاعدة الروسية. طيب لو قالوا ما دارين القاعدة الروسية حنعمل لهم واختاروا إنه يعني خيار القاعدة الروسية. الأمريكان داخلين في حتة ضيقة. الزول اللي كتب الاتفاقية دي شيطان، ده شيطان بطال شديد. أمريكا لو قالت غيروا الحكومة حنجيب القاعدة الروسية. الحكومة السودانية ادت خيار واحد، قالت لهم يا تختاروا نلغي القاعدة الروسية، يا نعين لكم حكومة شديدة شوية، قوية شوية. أنا عسكري يعني عسكرة الحكومة. عشان ما يجي واحد يقول لك اسمع الوزارة دي ماسكها مقدم، يمسكها مقدم في الجيش، احنا راضين. هو بلد رئيس عسكري، شنو مسك وزارة ولا مسك شارع زلط ولا مدنية وما مدنية؟ من الأول قلنا احنا استجابة للضغوط الأمريكية لعينة الحكومة. أمريكا اختارت إنه إحنا نلغي اتفاقيتنا مع الروس، حنخلي الحكومة الموجودة دي، وده حكومة ضعيفة، ما معروف إنه يتسرب إرهابيين. الأوضاع بتاعتنا تكون ما آمنة، حدودنا ما آمنة، واحد في الاثنين. قالوا لنا خلاص غيروا الحكومة، طوالي بكرة البرهان بيركب بيمشي بوتين، بيجي من هناك مدور سفينة روسية جاية ما حيجيب الطيارة، خلاص وقع. الأمريكان هسه يختاروا يهتفون. احنا بنلغي الصبغة الروسية، ما عندنا مشكلة. الإسلام قائم على المصلحة، نلغي الصبغة الروسية في مقابل أمريكا تضغط على الإمارات توقف دعمها للميليشيا. أمريكا وقفت دعم الإمارات، وقفت دعمها للميليشيا، هنعمل شنو؟ هنعرس حميتي. عليك الله اجغم حميتي للتأكيد، بس اجغمه روبوت شيطان بعاتي جد بس اجغمه تاني عشان نشوف تاني النازل بيسوي شنو. ما يكون عندك اي شغله ساعدتك، بس قاعد كده تترصد تحركات حميتي، ويدك طويله وما تدي طلقه خنقه عديل، وتصوروا المره دي تجغموا وتصوروا صوره وصوت بدايه العمليه لحد ما تنتهي. لانه زول ده حسي هو الموت ما نفع معه، زول غايب 8 شهور ظهر لنا اطول ب 13 سنتيمتر، بيتكلم انجليزي بيقرا عربي. يجي القحات يقول لك لا ده هو لا ده ما هو، لكن احنا بس دايرينك تجغمه تاني للتاكيد. امريكا حسي قدام الخيار اللي طرحته الحكومه السودانيه. سالنا الاستاذ عشا الماجدي رايك شنو في زياره الحكومه السودانيه لامريكا، الحاجه دي كويسه ولا كعبه؟ ما حتجاوب طبعا، حتقول انا ما قلت لكم، ما قلت اي حاجه. هسه الكلام اللي السرب ده ما عنده اي علاقه بالقلتي، بل بالعكس في مصلحه الامه وفي مصلحه السودان، وسربته المصادر اللي سربت لكم زياره الوفد. سيد الرئيس، في قاعده خطيره في التفاوض وانت مستوعبها وما بتمشي عليك، لانه جربوها معاك قبل كده وما نجحت. الامريكان ديل مشكلتهم واحده، بيقول لك وقع بعدين تعال نفاوض، لكن انك انت تركب معاه الراس تفاوض بعدين توقع، احنا معاك.
نطمن الأمة والشعب السوداني البلد بخير، القوات المسلحة مستمرة ومنتصرة، بشرات في مقبل الأيام، ما دايرين نشتغل بسفاسف الأمور. عندنا حاجات كثيرة يا حجة لغيناها من الجدول حقنا، سفاسف أمور ومهاترات وفلان جو وفلان فكوه وفلان خلوه. شهر 11 شهر الفتك، شهر 11 بإذن الله شهر المحاكمات، شهر 11 كل المؤسسات دي الحتة الناس اللي فيها حرج والحتة الناس اللي بتلاوز منها. احنا ما نظفنا وبس، احنا اصدرنا قرارات في بنك السودان. محافظ بنك السودان المرأة الحديدية ربنا يحفظها ويوفقها اصدرت قرار قبالة في ناس كانوا بيتلفتوا 3 سنة ما قادرين يعملوا حظر الحسابات. حظر الحسابات دي ما مؤشر بتاع انه احنا حنفاوض قحط، حظر الحسابات ما مؤشر انه احنا حنقعد مع الدعم السريع. دي احنا بنصعد في الموضوع يا حجة. لما انتهينا من المعركة حقت الميدان وشبه انتهت، الآن دي المعركة بتاعت الترتيب البيت الداخلي. سيد الرئيس كسى نداء